العين علينا حق. الحسد يعرض حياة والدة سفيان بوفال للخطر، وزيارة ملك المغرب محمد السادس لوالدة سفيان، ودعم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لهذه الأم الطيبة. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة هتكلم. مفاجأة كبيرة وتقدير للاعبي المنتخب المغربي على الإنجاز التاريخي اللي عملوه، وتم نقل والدة اللاعب سفيان بوفال للمستشفى في حالة حرجة، وبكاء اللاعب بكاء هستيري بسبب مرض والدته. ومفاجأة كبيرة يقوم بها ملك المغرب محمد السادس. المنتخب المغربي بالكامل حظى بتكريم ملكي وأسطوري من الشعب المغربي، وكمان من جلالة الملك محمد السادس، ده بعد الإنجاز التاريخي لكأس العالم قطر 2022 وحصولهم على المركز الرابع. وصرح اللاعب المغربي سفيان بوفال للإذاعة المغربية وقال: إحنا عشنا أيام جميلة في قطر وحققنا إنجاز تاريخي، وحصل المغرب على المركز الرابع على مستوى العالم. يمكن لو ما كناش اتعرضنا لبعض الظلم كان زماننا في المباراة النهائية لكأس العالم، ولكن أكتر حاجة زعلتني هي عدم حضور والدتي، التكريم بحضور الملك محمد السادس في حين حضور جميع والدات اللاعبين بالكامل. وقال سفيان: والدتي الآن موجودة في المستشفى وأنا بجانبها، وبشكر جلالة الملك محمد السادس اللي من أول ما والدتي دخلت المستشفى وقال إنه هيتكفل بكل تكاليف العملية الجراحية. لكن المفاجأة الأكبر هي زيارة جلالة الملك محمد السادس لوالدة سفيان بعد تخلفها عن التكريم، وكان في كسرة وحزن كبير داخل عيون اللاعب سفيان. وطبعا شكر جلالة الملك بعد زيارته لوالدته في المستشفى. والمفاجأة الأكبر هي زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لوالدة سفيان بعد معرفة حالتها الصحية وإجرائها عملية جراحية كبيرة في قطر. وصرح ميسي وقال: كنت براقب هذه الأم وهي ترقص مع ابنها بعد كل فوز بكل فخر